السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفاتي أنا مطبخ أم يارا. إن شاء الله هنعمل مع بعضينا وصفة جميلة جدا وهي كيكة الرواني. وصفاتنا جميلة جدا ومميزة، وكمان كيكة الرواني من الأكلات الجميلة جدا اللي كل الناس بتحبها، طرية وهشة وارتفاعها مظبوط خالص. وكمان الشربات بتاعها هنعمله شربات خفيف مش تقيل، عشان تعرفي تاكلي القطعة ورا التانية من غير ما تملي منيها. كمان هنعملها بمقادير بسيطة جدا وسهلة. وكمان شوفي معانا كده قوامها عامل ازاي وارتفاعها جميل ازاي، وطعمها كمان اكثر من الرائع. بجد بجد جميلة جدا جدا وهتعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. ويلا بينا على الوصفة. هنعمل مع بعضينا شربات الرواني. اول حاجة هنعملها هي شربات الرواني. هنعملها بمقادير سهلة جدا وبسيطة وهنشوفها مع بعضينا. هنبتدي اول حاجة هنجيب المقادير زي ما انت شايفاها كده على الشاشة. انا ثبت لكم المقادير على الشاشة. معانا بالظبط كوبايتين من السكر، وياريت يكون سكر ابيض. كمان هنجيب كوبايتين من المية، يعني كوبايتين السكر قد كوبايتين المية، والكوبايات كلها بمعيار واحد. كمان هنجيب نص الليمونة وهنقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنجيب اي بولة غويطة او اي حاجة غويطة ان انت تحطيها على النار، وهتحطي كوبايتين السكر، وهتحطي معاها كوبايتين المية، وهتقلبيهم كويس جدا لغاية ما تدوبي الشربات اللي قدامك دي. شربات الرواني بيكون بارد، مش بيكون دافي ولا حاجة، بيكون بارد كده. يعني بتعمليه قبل ما تبتدي الوصفة بتاعتك بالطريقة السهلة دي. وبعدين بتحط لها بقى بعد ما بتدوب السكر خالص. عشان كده انا قلت لك لازم يكون السكر ابيض عشان ما يعملش الطبقة البيضاء اللي من فوق دي. بس اول ما تدخل على النار الطبقة دي هتروح، وبعد كده هتضيفي عليها شرائح الليمون. هتسيبيها بقى لمدة كده 7 دقايق بعد الغليان على النار، وبعدين هتطفي عليها وتسيبيها تبرد براحتها خالص، تكوني انتي عملتي الكيكة بتاعتك. هتجيبي بقى مقادير الكيكة زي ما انت شايفة كده ومثبتها لك على الشاشة. كيكة الرواني عبارة عن كوباية من الدقيق، هي الكوباية اللي انت بتعايري بيها كل حاجة قدامك، وكوباية من سميد البسبوسة، وكمان معانا كوباية من السكر يكون أبيض، يفضل يكون سكر أبيض يعني سكر حلويات، وكمان كوباية كبيرة من الزبادي، ويفضل يكون يوناني، لو ما فيش تعملي زبادي عادي، وكمان كوباية من الزيت النباتي، وهتحطي معاها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان كيس من الفانيليا ورشة من الملح، وكمان هتحطي معاها 4 بيضات لو بيض صغير، لكن انتي ممكن تحطي بيض لو كبير تحطي 3 بيضات بس. بعدين هنجيب اي حاجة غويطة ان انت تحطي فيها المواد الجافة. والمواد الجافة دي عبارة عن كوباية من سميد البسبوسة، وعليها كمان دقيق، عليها رشة ملح. الدقيق دي عليها رشة ملح، هتحطيها وتنخليها كويس خالص عشان تدخل فيها الهواء، عشان تبقى داخله فيها الهواء وتبقى عالية وحلوة معانا كده. بعدين هتجيبي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان يفضل يكون كيك شيف عشان خاطر يبقى الارتفاع كويس وعالي. بالطريقة اللي انت شايفاها دي هتقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضيها كده، وبعد كده هتاخديها بقى وتحطيها على الجنب لغاية ما نعمل المواد السائلة كلها مع بعضيها. هنجيب اي حاجة برضو غويطة، وبعدين هنحط فيها 4 بيضات مع بعضيهم كده، وهنحط كوباية من السكر الابيض، وهنحط كمان كيس الفانيليا اللي احنا قلنا عليه، يفضل يكون ان هو كيس الفانيليا العادي مش السائل. هنحط الفانيليا كده وهنقلب مع بعضينا. لو حابه ان انت تضربيها يدويه كده، او حابه ان انت تضربيها في الخلاط، او حابه ان انت تعمليها برضو بالهاند بلندر، بس هتبقى شديده شويه يعني على الهاند بلندر، فيفضل ان انت تضربيها بيدك بسرعه كده. وبعدين اول ما تبقى بالعلو اللي انتوا شايفينه دي هنضيف عليها كوباية من الزبادي. وبعدين هنحط بقى تدريجيا كده، هنحط عليها الزيت، كوباية من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه. الكوباية دي انا بعاير بيها كل حاجة، عايرت فيها الدقيق، وعايرت بيها السميد، وعايرت بيها كل حاجة. يعني هي نفس الكوباية اللي انتي بتعايري بيها كل حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هتحطيها كلها كده. بعدين بعد ما الزيت يختفي معاكي خالص، هنبتدي بقى نحط الدقيق اللي احنا جهزناه في الاول على الجنب. هنبتدي نحطه تدريجيا برضو حباية حباية كده، يعني اول ما الدقيق معانا يختفي
بالشكل ده، نحط تاني لغاية ما نخلص كل كمية الدقيق اللي احنا عملناها في وصفة النهاردة. وبعدين هنقلبها كلها زي ما انت شايفاه. اهم حاجة ان انت ما ترجعيش بمضرب اليدوي ده، ما ترجعيش بيه، خليه كله باتجاه واحد، يعني ما ترجعيش لورا عشان خاطر تبقى كلها باتجاه واحد، وعشان الكيكة معانا ما تدخلش فيها هوا من جوه فتبوظ لك الوصفة كلها. تقلبيها بالشكل ده لغايه ما شايفه القوام عامل ازاي. القوام بتاعها جميل جدا. ولو حابه ان انت تديها طعم جوز الهند، ممكن تحطي معاها معلقتين من جوز الهند الناعم. لو انت حابه تحطيه مع المواد الجافه، حطيها مع المواد الجافه معلقتين من جوز الهند الناعم. وبعدين قلبيها بقى مع بقيه المكونات بتاعتها. هنجيب بقى صينيه مقاس 30 في 25 زي ما انت شايفاها كده، وهتدهنيها بالزبده بالطريقه اللي انت شايفاها دي، وهتدهنيها كمان من الجوانب عشان تبقى حلوه معاكي. وبعدين هتضيفي كل المكونات اللي احنا حطيناها على بعضيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعدين هتدخليها الفرن على درجة حرارة 175 أو 180، ويفضل يكون 180. لو انتي الفرن بتاعتك ثابتة على 180، حطيها 180 في الفرن لمدة من 35 ل40 دقيقة، أو حسب ما الفرن بتاعتك بتسخن. شوفيها هتعمليها ازاي. هتخبطيها خبطتين كده، وبعدين هتدخليها الفرن. واول ما تحسي ان هي حمرت من الجناب وهتبتدي تحمر من فوق، تشوفيها بقى اذا كانت تتابعيها يعني، وتشوفي هتطلع لونها ايه، وهتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه زي ما انت شايفاها كده في الوصفه. جميله جدا. انا عايزه اقول لكم ان ريحتها كانت رائعه جميله جدا زي ما انتوا شايفين. وكمان الشربات بتاعها زي ما انا قلت لكم عبال ما خلصت الوصفه كان الشربات بتاعي برد خالص. حطيت كده بالكميه اللي انتوا شايفينها دي، وقطعتها بقى زي ما انا بحبها على طول بحطها. وكمان قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حابه تقطعيها مثلثات مربعات هتبقى جميله خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين رحت حطيت بقى انا وبصور، راحت الكاميرا وقفت معايا، فكنت بحط جوزة الهند بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. او تحبي ان انت تفرديها على الصينية كلها براحتك، بس انا عشان اوريكي القطعة عاملة ازاي فحبيت ان انا اعملها بالطريقة دي. لكن انت لو حبيتي ان انت تفردي جوزة الهند كلها عليها هتفرديها طبعا، هتبقى جميلة جدا خالص يعني لو انت حابة ان انت تحطيها بالشكل ده. شايفة بقى طلعت ازاي معايا. الشوربة بتاعها مظبوط جدا وجميلة جدا، طلع معايا حلوة وهشة وطرية وكمان عالية. لو انتي حابة ان انتي تعملي اعلى من كده، فانتي هتقللي من حجم الصينية. المقاس بتاعها هيكون اقل من كده، يعني ممكن 25 في 25. هتجيبلك العلو اللي انتي عايزاه، هتبقى عالية جدا، وهتعمليها وهتبقى ناجحة معاكي 100% ان شاء الله. انت بقى لو وصلتي لغاية هنا في القناة، يا ريت تقوليلي، او في الوصفة يا ريت تقوليلي الطريقة عجبتك ولا لأ. ويا ريت تقوليلي وتجربيها وتشوفي اذا كانت الطريقة جميلة وناجحة معاكي، طلعت ناجحة معاكي ولا لأ. لو حسيتي ان هي في اي حاجة غلط انت ضفتيها من غير ما تقصدي، ممكن كمان يعني تبعتيلي وانا هرد عليكي على طول في التعليقات. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، بس ما تنسوش بقى يعني تدعموني بالاشتراك واللايك كمان في قناتي. انا قناتي لسه صغيرة وان شاء الله هتكبر معاكم وبيكم ان شاء الله. وصفاتي كلها هتعجبكم، بس انتوا كده لفوا لفة في القناة وشوفوا الوصفة، وشوفوا الوصفات التانية اللي انا عاملاها، وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ولو عجبتكم اعملوا لي اشتراك ولايك، وكمان فعلوا لي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.